حسام عبد المجيد في الكرة دي صح ولا غلط؟ وليه هو صدر الطرش؟ تعالوا نشوف، يلا بينا. يلا بينا. هبدأ بتمركز حسام عبد المجيد، وهقول لك ان اول حاجة في مدافع ان هو شيء طبيعي ان هو ياخد اللاعب المهاجم لبره، يعني بمعنى صح ياخده ناحية الخط او على الاقل اخده بره المنطقة من على الجنب. تاني حاجة وهي لحظة دخول لاعب سموحة على حسام عبد المجيد، والترقيصة طبعا اللي كانت شكلها وحش جدا. والمفروض انا اعمل ايه في اللحظة دي؟ على الاقل احط عيني على الكرة كويس جدا، لا هو راح على جسم اللاعب، ده كان خطأ كبير جدا. تاني حاجة التمركز على مشط الرجل، ومشط الرجل هنا هيحركك اسرع. تالت حاجة ان انت المفروض بتتحرك باستمرار مع خفة الحركة طبعا، عشان تقدر ان انت بمعنى الكورة ان انت تلم نفسك في التوقيت المناسب. رابع حاجة ان شيء طبيعي اللاعب هيكسر لجوه، فالمفروض انا متوقع حتى لو انت هتتوقع ما تتوقعش لبره، تتوقع لجوه. وطبعا كل اللي عمله حسام عبد المنعم كان خطأ، وده التصحيح بتاعه. لو انت عايزني اعمل لك فيديوهات تاني ما تنساش تكتب لي في